في سؤال بيحيّر ناس كتير من اللي عاوزين يربّوا بَط، سواء بقى هيربّوه للبيت أو سواء إن هم هيعملوا مشروع صغير عشان عايزين يعني يكسبوا منّه كده ربح ويكون ربح كويس. أربّي بَط مسكوفي والّا أربّي بَط مولر، اللي هو يعني المعروف بالبَط البغال عشان الاتنين نفس يعني هو اسمين بس لنفس النوع. في الفيديو ده بقى إحنا هنتكلّم عن الفرق ما بين النوعين، ما بين البَط المولر والبَط المسكوفي في كل حاجة. أكل، نمو، تكلفة، مميزات، عيوب، كل حاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سمسمة ودي قناتي، قناة الحياة أحلى مع سمسمة. يلا بينا هنعمل مقارنة اللي هتخلّيكم أنتم في الآخر تقرروا أنهي نوع أنسب ليكم. بس قبل ما نبدأ كده اكتبوا لي بقى تحت في الكومنتات إذا كنتم جربتوا أي نوع فيهم سواء من البط المولر أو البط المسكوفي، وكنتم راضيين عن التربية دي والبط كان كويس معاكم والّا لأ. يعني يا ريت إن إحنا نتبادل الخبرات بتاعتنا في التعليقات. وكمان خلّينا قبل ما ندخل على الفيديو بتاعنا نصلّي على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ما تنسوش بقى إيديكم كده تنزل على اللايك الجميل، اشتراك في القناة لو أنتم بتشرفوني وبتنوروني لأول مرّة، علشان يوصلكم إشعار بعد كده بكل الفيديوهات اللي هتنزّلها القناة. خلّينا نبدأ أول حاجة بالبط المسكوفي. البط المسكوفي بط هادي، صوته واطي، يعني يعتبر بُصّوا البط المسكوفي ده ما لوش صوت خالص، كمان بيتأقلم يعني بسرعة مع الظروف يعني اللي حواليه. أكله مش كتير أوي، يعني مش بياكل بكمية كبيرة أوي. ينفع جدًا، جدًا، جدًا إن إحنا نربيه في البيت أو إن إحنا نعمله كده مشروع، لإن هو كمان تسويقه عالي جدًا. عايزة أقول لكم بس شكله ولونه كده خلّينا كده نجيبه الأول من البداية من وهو عُمر يوم علشان ما تتلخبطوش ما بينه وما بين البط المُلَر وتكونوا عارفين الفرق ما بين الاتنين. البط المسكوفي بيكون لونه يا إمّا إن هو يكون أبيض أو يكون أسود أو يكون أبيض في أسود، يعني بيكون فيه بُقعة بيضا، فاهميني إزاي؟ يعني الصور واضحة قدّامكم هتوضّح لكم الفرق ما بين البط المولار والبط المسكوفي علشان تكونوا عارفين الفرق ما بين الاتنين. ده من حيث الشكل في البط المسكوفي. خلّيني بقى أقول لكم على البط المولر. البط المولر أو اللي هو بيسموه يعني البط البغال هُم الاتنين نفس الاسم، هو بغال علشان هو عقيم، بط مش بيخلِّف يعني. ده ناتج عن تزاوج ما بين بط مسكوفي وما بين البط البكيني، يعني عندنا ذكر مسكوفي مع نتاية بكيني تدّينا البط المولر، لكن ده إحنا ما نقدرش نعمل منه سلالة. حجمه بيبقى كبير، شكله يعني عايزة كمان أوصف لكم شكله هو كبير، رقبته بتبقى طويلة. حجمه بيبقى أكبر شوية من المسكوفي، مش أتقل في الوزن. أنا دلوقتي مش باتكلم على الوزن، باتكلم على الشكل الخارجي، رقبته بتبقى طويلة وجسمه بيبقى طويل برضه، فشكله بيبقى ضخم. وطبعًا لمّا بيكبر لونه بيبقى أبيض وفيه بُقع سودا، يا إما على الراس يا إما على الضهر زي ما أنتم شايفين كده في الفيديو اللي قدّامكم ده بَط مولر لونه بيبقى أبيض، لإن هو طبعًا بيبقى زي ما قُلت لكم ناتج عن تزاوج البيكيني اللي هو بيبقى أبيض خالص، فبيبقى أبيض وفيه نُقط سودا. ده بالنسبة للمحلي، في منه مستورد بيبقى أبيض خالص وبتبقى عينيه لونها أحمر، وده بيبقى مستورد وبيجيب وزن أعلى بكتير جدًا من المحلي. صوته أعلى شوية من المسكوفي، والمسكوفي يعتبر هادي كده وما لوش صوت خالص، هو كمان برضه على فكرة ما لوش صوت، بس أحيانًا بيطلع له صوت لمّا بيبقى جعان مثلًا أو حاجة زي كده، بيطلع له صوت أو بيبقى خايف، بيطلع له صوت بس صوت بسيط، يعني مش زي البكيني بقى والصوت اللي هو العالي الجعجاع أوي ده يعني. النمو طبعًا سريع جدًا، مقاوم للأمراض بشكل رهيب. خلّينا بقى كده نقارن ما بين الاتنين بَند، بَند كده علشان نقدر إيه، نحدد أنهي نوع فيهم هيكون مناسب ليكم. إحنا مش هنقول أنهي نوع فيهم أحسن، لإن الاتنين كويسين، بس كل واحد بيبقى عنده ظروفه، يعني لمّا تعرفوا مميزات وعيوب كل نوع فيهم، أنتم تقدروا بقى تحددوا في الآخر أنتم عايزين أنهي نوع فيهم. خلاص؟ خلّينا بقى أول حاجة نتكلم من حيث الأكل. المسكوفي هو بياكل أقل، لكن في نفس الوقت على طول الدورة بتاعته هتلاقي إن هو بياكل علف أكتر علشان هو بيقعد وقت أطول، فاهمين إزاي؟ يعني المسكوفي بياكل لحد ال3 شهور بياكل 12 كيلو، أمّا المولر لإن هي دورته 90 يوم، وطبعًا بيتساب برضه المسكوفي لحد 4 شهور عشان يجيب وزن أعلى. أمّا المولر فهو من 60 يوم لحد 70 يوم دي دورته، أقصاها إن إحنا نسيبه لل90 يوم اللي هو 3 شهور، وده هو بياكل علشان يجيب وزن 4 كيلو في ال70 يوم، بياكل حوالي من 8 ل10 كيلو علف. أنا باتكلم كده على العلف الصافي مش على إيه، الخلطات، يبقى بياكل من 8 ل10 كيلو علف، أمّا البط المسكوفي بياكل لحد 12 كيلو علف. خلّينا بقى دلوقتي نقارن ما بينهم من حيث النمو والسرعة في الوقت يعني اللي يوصل بيها للوزن اللي إحنا عايزينه. المسكوفي بياخد وقت أطول عشان يوصل حجمه الكويس يعني، بياخد حوالي 90 يوم وممكن يقعد كمان ل120 يوم، يعني ممكن يقعد لحد 4 شهور.
المولر بيكبر بسرعة أكبر من المسكوفي، في خلال 60 يوم ممكن يكون جاهز للذبح، وممكن تاخدوا منّه 4 كيلو، يعني أنا باذبح 60 يوم 4 كيلو، وكمان هو دورته من 60 ل70 يوم، وممكن نسيبه كمان لحد ال3 شهور، بس ما نزوّدش عن ال3 شهور، يعني ده أقصاها إن هو يكون 3 شهور، علشان بيبتدي يفرّغ المولر بعد ال3 شهور. ده بالنسبة للإيه، بالنسبة لل يعني سرعة النمو. طب بالنسبة بقى للوزن، يعني ده بيوصل لوزن قد إيه وده بيوصل لوزن قد إيه؟ البط المسكوفي ممكن يوصل خدوا بالكم إن في بط مسكوفي خليط وفي بط مسكوفي أصلي، الأصلي ممكن يوصل لحد 7 كيلو بس يقعد يعني 4 شهور، أمّا البط الخليط أو البط اللي هو منتشر هتلاقوه عند كل الناس يعني، فده ممكن يوصل لحوالي مثلًا 5 كيلو لو دَكَر، النتاية ممكن توصل ل4 كيلو، ده في خلال ال3 شهور أو لو عايزين تسيبوه تاني ل4 شهور. أمّا المولر فده بيوصل زي ما قُلت لكم إن هو الأول في منّه محلّي وفي منّه مستورد، فالمولر بيوصل لحوالي 5 كيلو مثلًا لو سِبناه لحد ال3 شهور، لو سِبناه على شهرين هيوصل ل4 كيلو، أمّا بالنسبة للمستورد طبعًا ده بيكبر بسرعة أكبر بكتير وبيكبر وزن أكبر بكتير من المحلي، بس ما بيبقاش موجود بصراحة، يعني مش موجود عند أي حد، أنا ما بالاقيهوش خالص وما جبتوش قبل كده خالص، لإني مش لاقياه عندي نهائي يعني، بس ده بيوصل لحوالي مثلًا 6 كيلو على ال70 يوم أو ال3 شهور. بالنسبة بقى زي ما قُلت لكم كده للصوت مثلًا أو الهدوء، عشان الناس برضه بتحب تجيب بَط وما حدش بقى يعرف لو إحنا هنربي في البيت والجيران والصوت والإزعاج والكلام ده. المسكوفي هادي جدًا، 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 ما فيش أي دوشة ليه نهائي. لكن المولر صوته أعلى شوية، لكن هو مش صوته عالي أوي زي البيكيني أو الجعجاع أو الشرشيري اللي هو ليه أسماء كتيرة ده اللي صوته بيبقى عالي أوي، 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 لأ، هو صوته ضعيف، يعني ليه صوت بس ضعيف. خلّينا بقى كمان نتكلّم عن مثلًا المقاومة والرعاية والكلام ده كلّه، لإن برضه الحكاية دي مهمة جدًا في التربية. المولر بيقاوم الأمراض بشكل ممتاز جدًا وبيستحمل كمان البرد والتغيُّرات، يعني لو هنجيبه في الشتا المولر ممتاز. هو المسكوفي كمان يعني كويس ومقاومته حلوة، لكن مش بنفس قوة المولر. المولر مناعته أقوى من المسكوفي، المسكوفي بيحتاج رعاية خاصةً يعني في والعمر وهو صغير بيحتاج رعاية أكتر شوية من المسكوفي. طب تعالوا بقى أقول لكم لو أنتم عايزين تجيبوا منه إنتاج، يعني لو إحنا بقى يكون في تكاثر ويكون في إنتاج، المسكوفي ممكن تعملوا منه سلالة عادي جدًا وتقدروا تنتجوا منه لو أنتم هتجيبوا بقى وتعملوا أنتم سلالة في البيت، يعني تجيبوا دكر وأنتاية وتعملوا منه سلالة في البيت، لكن هو مش بيرقد كتير، يعني هو بيبيض لكن ممكن البيض بتاعه ناخده نحطه في فقاسة أو نحطه تحت مثلًا نتاية بلدي أو حاجة بتجيب زي الفل، يعني نقدر نعمل منه سلالة، لأن هو ما فيش فيه أي مشكلة خالص في إنتاج البيض. لكن المولر طبعًا هو للحم فقط لا غير، يعني مش بيتكاثر لأنه هو هجين، فكل مرّة هتضطروا إن أنتم تروحوا تشتروا كتاكيت جديدة من المولر، يعني ما تقدروش تعملوا منه عندكم سلالة في البيت. بالنسبة بقى ل التكلفة طبعًا هو يعتبر إن الاتنين زي بعض، أنا مش شايفة إن في السعر في أي اختلاف، يعني سعر الكتكوتين وهُم صغيرين بيعتبر نفس السعر، المولر والمسكوفي الاتنين بيعتبروا نفس السعر. بالنسبة للأكل زي ما قُلت لكم لو أنتم عايزين حاجة سريعة وهتخلّص معاكم على شهرين أو 70 يوم بالكتير، هاتوا المولر هياكل يعتبر بالنسبة لي تكلفة أقل، لإن هو بياكل عدد الكيلوات أقل من المسكوفي، وكمان المولر على فكرة ممكن ياكل من أكل البيت عادي، بس لو عايزين وزن، يعني لو عايزين وزن ووزن كبير في وقت قليل، فهو علف ثم علف ثم علف، وطبعًا إحنا ما نقدرش نقطع العلف تمامًا يعني من أي نوع من أنواع البط علشان ما يحصلش فيه افتراس. فتعالوا بقى نلخّص الكلام كده في هاقول لكم كده نقاط كده سريعة. بالنسبة للمسكوفي، المميزات هادي، اقتصادي، طعمه ممتاز لأن هو أقرب حاجة للبلدي اللي هو طبعًا الطِب بتاع البط أو في طعم البط، فهو البط المسكوفي، وينفع كمان إن إحنا نربيه ونعمله كمشروع عشان التسويق بتاعه ممتاز. هو كمان المولر دلوقتي تسويقه بقى كويس، عايزة أقول لكم من فترة هو المولر طبعًا ما كانش الناس بتجيبه كتير وما كانتش تعرفه، دلوقتي بقى منتشر في المحلات وبقت الناس كلّها بتشتريه، علشان برضه هو دهونه قليلة ولحمته طعمها جميل برضه، فبرضه بقى منتشر الاتنين تسويقهم بصراحة زي الفل. لكن المسكوفي من ضمن عيوبه إن هو نموّه بطيء، يعني لو عايزين أنتم دورة سريعة زي ما بتجيبوا مثلًا الفراخ البيضا كده للتسمين وعايزين حاجة سريعة، فهو أقول لكم إن هو هيكون البط المولر. لكن البط المسكوفي زي ما قُلت لكم كده من ضمن عيوبه فهو النمو البطيء. طب تعالوا أقول لكم بقى على مميزات المولر كده سريعًا، نموّه سريع يعني تقدروا تاخدوا منه كده بسرعة، لحمه كتير لأنه ما شاء الله بيجيب وزن عالي، مقاوم جدًا، جدًا للأمراض، لكن من ضمن عيوبه إن هو ليه صوت بسيط، لو أنتم يعني بتتكلموا في موضوع الصوت، بس صوت بسيط جدًا،
ومن وجهة نظري إن هو عيبه الوحيد إن هو ما بيجيبش إنتاج لو إحنا عايزين نعمل سُلالة إحنا بقى في البيت وهنربي بقى للبيت ونجيب ونسيب وقت طويل ونعمل سُلالات زي البلدي وكده، فهو ده الوحيد اللي هو ما بيجيبش سُلالة. هي دي خلاصة الفيديو. لو أنتم بقى بتدوّروا على بَط هادي رخيص في الأكل وتفرّخ منّه أجيال جديدة، فده المسكوفي هيكون هو اختياركم. أمّا لو هدفكم الأساسي هو اللحم السريع والكبير وما فيش مشكلة أنتم تروحوا تشتروا كتاكيت في كل مرّة، فهو المولر هو خياركم الممتاز. ففي النهاية القرار ليكم، أنا قُلت لكم العيوب والمميزات طبعًا، لكن أنتم الأهم حاجة إن أنتم تكونوا عارفين إيه اللي يناسب ظروفكم، إيه اللي يناسب لو أنتم عايزين تعملوا مشروع، إيه اللي يناسب المشروع بتاعكم، وبناء عليه قرروا أنتم حابين إن أنتم تجيبوا إيه. ما تنسوش بقى تعملوا لايك لو الفيديو عجبكم، تعملوا سبسكرايب للقناة علشان توصلكم باقي الفيديوهات تربية الطيور، عشان طبعًا رأيكم يهمني جدًا وتجاربكم كمان كلنا نستفيد كده من بعض، عشان طبعًا كلنا بنستفيد من خبرات بعض. عايزاكم بقى تجاوبوني في التعليقات وتقولوا لي جربتوا تربوا بط مسكوفي والّا مولر قبل كده؟ وإيه المشاكل اللي واجهتكم سواء في التغذية أو في الأمراض مع كل نوع؟ ولو قدامكم الاتنين هتختاروا أنهي نوع وليه؟ عشان لو في حد عايز يجرّب ويشتري، أنتم كمان معلوماتكم تفيد الناس أكتر وأكتر. هاستنى تعليقاتكم عشان هاشاركها إن شاء الله في الفيديو اللي جاي بإذن الله، وكل تجاربكم دي هاشاركها معايا في الفيديو اللي جاي. ولو حابين أي فيديو اكتبوا لي تحت في التعليقات اقتراحكم إيه للفيديو اللي جاي. أشوفكم على خير إن شاء الله يا حبايبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.